هذه سوزن متزوجة من 5 رجال. سوزن يا جماعة مش سوزي بتاعتنا، لا دي سوزن بس متجوزة الله أكبر يعني 5 رجالة مع بعض. حبيبتي ده احنا واحد وحلقت شعري من كتر الشد. تقديم أزواجها ال5. هذا زوج. قص عليكي دي عسل، شوفي ده بيتكسف ازاي. ايه انت البكري؟ هذا زوجها الأول، تزوج منذ 8 سنوات. 8 سنين ولحقت تجيب عليك 4 وهلومها ليه؟ ده انا اتجوزوا عليا وانا في شهر العسل. مش مشكلة، مش هنخش مع بعض في افيهات دلوقتي، كانوا مستعجلين. وزوجها الثاني أيضا 8 سنوات. وهذا يا روحي انت ولا انت طاقية عمو شكشك دي. الثاني أيضا 8 سنوات. وهذا زوجها الثالث، تزوجا منذ 4 سنوات. والله من غير حضرتك ما تقدمه، هو باين ان هو صغير. هذا أصغر واحد بين أزواجها، تزوج منذ عام ونصف. ولا ده ضحكت عليك بالكرة واتجوزتك يالا. الواد حمزة كل شوية يطلع لي بكرة شكل. واد يا حمزة. هذا هو زوجها الخامس والأخير، تزوج. ايه ده؟ هو لسه في غير الصغنن ده؟ ايوه صح، ده انا مش بعد معاك. العدد في الليمون يا راجل، مش عايزين نقر على الولية، صحتها مساعداها. المهم ان هما اللي بيتكسفوا. اخربك يا عمر. تقول سوزن بأن الجميع سعيد هنا. سوزن ده انت قادرة ومفترية يا سوزن، اهم حاجة ان انت تبقي سعيدة. بيغسلوا لك المواعين يا بنت ولا لا؟ ولا وجود للمشاكل بين. مشاكل ايه؟ انت واخد بالك من النايت اللي ورا ده؟ لو اتكحت في وشهم هيطيروا. المشاكل ايه؟ يا راجل اقعد على جنب يا راجل انت. وزوجها الأول لم يعارض الفكرة في البداية. يعارض مين؟ يعارض مين بالفلنة اللي هو لابسها دي؟ قال يعارض ايه؟ انت شكلك اتلحست في دماغك. وهو مرتاح بين باقي أزواجها، وقد أصبحوا أصدقاء ولا يشعرون بالغيرة. لكن الجزء اهم حاجه ما يبقاش شغل الضراير ده يشتغل وتضربوا في بعض. اصل خلي بالك غيرة الرجاله من بعض ألعن من غيرة الستات بكتير. مشاكلنا كلها تتحل في لون الروش. يشعرون بالغيرة. لكن الجزء الذي تحبه سوزن، وفي جزء تاني لا مؤاخذه هي لسه بتحبه. واحد منهم يقوم بغسل ملابسه وحده، ولم تقم بتخبئة. طبعا هي هتتجوزهم وتغسل لهم كمان؟ مش كفايه ما شاء الله 5؟ هذه الحقيقة أثناء التصوير، بحيث أحرجت واحد منهم رمت ملابسه. تخبي ايه؟ ده ايقونه النسوه. يخرب بيتك، شكل نسيت الاكل على النار عشان ريحه شياط. ملابسه وطلبت منه غسلها، ونفذ ذلك دون أن يرفع رأسه للكاميرا. ولد ابو ورده موجود وعايزه يعترض على الهدوم؟ ده انت غلبان قوي صحيح. الفراغ يلعبون معا ويستمتعون بوقت. فكرة دي متاخده من الاستاذه غادة عبد الرازق لما عملت زهره وازواجها ال5. بس طبعا هي لو كانت عملت الازواج كلهم على بعض كان زمانها اتحبست والمسلسل اتحذف. هم عملوها على فترات متباعده، بس انا لسه مصره على رايي ان انت وليا لا مؤاخذه قادره. منذ أن كنت صغيرة ألاحظ الرجال هم من يتزوجون بأكثر من زوج. تنزل يا دنيا من على قفاها، هي فيها امل ولا ايه؟ وعيبه في حقكم والله لو سوزان طلع عندها امل وهي متجوزه 5 رجاله. شغلانتكم ايه انتوا غير ان انتوا تنقلوا على الامل وتفلوها؟ بات ذلك حتى أن وضعهم المعيشي تحسن بسبب عمل أزواجها كلهم. 5 بيصرفوا عليكي 5؟ هم كثيرا من المال. لم أندم على هذا القرار. تندم على ايه يا عم؟ تندم على ايه يا ضنايا؟ ده 5 مرتبات. أعيش كالملكة ليه خلية نحل؟ بينها 5 أطفال من أزواجها جميعا. اهم حاجه العدل من كل راجل. عيل عشان ده يقول لك انا ما خلفتش ودي يقول لك انا ما خلفتش ويتخانقوا في بعض. وممكن لما مؤاخذه يطلق يرضوكوا الراجل يطلق ويترميه في الشارع. دي بقى اللي قهرت ياسمين عز. يعني ياسمين عز تقعد كده تقرقط في نفسها بدل ما هي قاعده تقرقط في الرجاله، شويه تطلعهم وشويه تنزلهم. السؤال بس للاستاذه ياسمين عز، هو حضرتك ماسكه على قناه زله؟ يعني انا كنت متخيله في الاول ان هم اللي ماسكين عليكي زله. ده اكتشفت في الاخر ان انت اللي مؤاخذه اللي ماسكه عليهم زله.